عجينة الزنود الست هي المكونات. أول شيء نخلي الطحين حسب المقدار، احنا الكمية مال كم صينية نريد نخلي نشتغل. وراها نضيف عليه الحليب حتى يعطي لون للزنود الست. هاي امامك تنعجن، نضيف لها ماء والملح حتى تنخلط ويتلابس العجين ويا بعض. وراها نخليها نعوف على الميز ترتاح شغلة 10 دقائق والنوب. شغلة ايش قد؟ شغلة 10 دقائق ربع ساعة حسب يعني ايش قد مسوي الكمية. اي ترتاح حتى يطلع العجين مرتب وشكله حلو. اي وراها نقوم اللي نسميها نشنقه، قطع صغار. قد؟ مال حسب يعني مال 7 صواني. المرحلة الثانية؟ هسه عوفها في 10 دقائق بس حتى ترتاح. اي اول شيء نعجنها زين حتى 10 دقائق حتى ترتاح؟ ترتاح العجين. نغطيها حتى ما ينشف العجين. هاي العجينة مال 5 صواني مال 7 صواني. هسه نغطي العجينة بس حتى لا ينشف، لأنه هو يوصل العجين فينشف، فنغطيه ونعوفها ترتاح. نعوفها ترتاح 10 دقائق. 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. مكونات الكنافة شنو هي؟ مكونات الكنافة اللي هي الشعرية الأساسية، اللي هي متكونة من دقيق الملح والنشا والحليب والطحين. اي ترخلط بالعجانة ويجي صاج خاص بالشعرية مال الكنافة حتى تصير هاي الكنافة الشعرية اللي عندنا. هي هاي تجينا طرحات هيجي، واحنا نقطعها بعد وحسب الناعمة نريدها وخشنة. بعدين نجيب عندنا ها بعدين يعني اول شيء نتاكد من نظافه الصينيه. اهم شيء تكون ما بها مي، لان المي ويا الشعريه ما يصير يعني تلزق. نمسح كامل اطرافها. بعدين نخلي الدهن. هذا شنو هو؟ هذا الدهن اللي احنا الدهن من جزر مخلوط وياه شنو؟ اي مخلوط. لا مخبوط ويا الصبغه مال اللوزينه حتى يعطيها اللون البرتقالي. الدهن حر، دهن حر، احنا نشتغل كله دهن حر براسه ويا صبغه اللوزينه حتى يعطيها اللون البرتقالي. نعم. نخلي كميه محدوده بالصينيه. اي ونوزع على الصينيه كلها بحيث انه الصينيه كلها تتغطى بالدهن حتى لا تكون جهه مستويه وجهه ما مستويه. كل ما كان الدهن اكثر كل ما كان افضل. نتاكد من انه الصينيه كلها على كلها واصلها الدهن. اي ما بها اي فراغات، متشابعه بالدهن حتى الشعريه كلها تستوي تصير لون واحد، قانون واحد، كلها مستوى واحد لازم تكون. هسه بعد ما كملنا الدهن غطينا كامل الصينيه، نتاكد انه ما بها اي فراغات حتى تطلع اللون كامل وكله مستوى واحد. نخلي الشعريه اللي هي سويناها هسه نوزعها، نحاول نوزعها بكامل الصينيه ونفس المستوى. اهم شيء احنا بالكنافه نخلي على الاطراف، نوزع الاطراف ونجي للنص والباقي الاماكن. هي هاي تصير طبقتين مو؟ لا هي هاي تكون طبقه من الشعريه. اول شيء الدهن، بعدين طبقه من الشعريه، بعدين الجبن اللي فوق الجبن. الجبن اخر شيء حتى تنقلب هي وتصير الجبن اللي جوا. الطبقتين ذيك هم القشطه العثمانيه. هي شعريه نوعيه خاصه بالسوق. هاي نوعيه خاصه مال كنافه. مال كنافه نوعيه خاصه مال كنافه. هي اصل الكنافه منين يعني؟ جايه من نابلس؟ من اصل الكنافه فلسطينيه، هي نابلس. اي تختلف الكنافه العراقيه عن الكنافه الفلسطينيه؟ هي اذواق. لا هي بس الشعريه اللي تختلف فيها. الشعريه هاي النابلسيه تنعجن عجن، تصير عجين بحيث كلش ناعمه، اما هاي تكون شبه ناعمه يعني كما مثل ما تشوف شبه ناعمه. تمام. اي هذا الفرق. اكو ناس ترغب النابلسيه واكو ناس ترغب اللي هي البغداديه. تقريبا هاي كم كيلو راح تصير؟ هاي الصينيه تقريبا 3 كيلو 3 كيلو ونص حسب 3 كيلوات 3 كيلوات. اي حسب الكميه مال الجبن والشعريه. بس احنا بعدين راح نعرف اسعار الكنافه
معناها اي هاي يمكن من الأكثر صاحب مدير فرع الحمداني. محمد الحمداني. ها؟ اكيد طبعا نايم هو بعد زمان. هسه وزعنا الشعريه كامل الصينيه. وضع الشعريه بصوره متساويه على طول الصينيه وعلى كافه طبعا الجبن الاخيره هي اللي هو الجبن عكاوي. جبن عكاوي. عكاوي. اي يجي به نسبه من الدهن أي. حتى تعطيه مطه من ونكهه طيبه. اي ومنشأه تركي هذا الجبن. منشأته. اي يتقطع هذا يجي مالح قطع يحلى بالمي يعني يراد له فد 5-6 ساعات بالمي مستمر المي مفتوحه عليه حتى يحلى يصير حلو يصير مثل هذا. هسه نخلي نوزع الجبن على الصينيه اللي هو هذا الجبن هسه حلو يكون هو يجي بالاصل مالح احنا نقطعه ونخليه بالمي. اي مثل ما شرحت له كلها نفس الطريقه بس المواد تختلف. مواد تختلف. اكو مواد درجه اولى واكو يعني مواد اصحاب الخبره هون اللي هم يعرفون طريقه اللي هو الجبن العكاوي يجي الاصلي والشعريه التركيه واحنا نشتغل كله شغلنا دهن حر براسه يعني تمام. ما نخبط وياه دهن عادي او هاي كله دهن حر. هي اللي هي الطريقه الاخيره. هاي هي اللي خلصنا كملنا الكنافه هسه بعد نخلي على الدهن والشعريه واللي هو الجبن العكاوي. هسه نشغل جوا النار على نار هادئه. تمام. يعني نخلي النار هادئه حتى تستوي على راحتها. اذا نار عادي قبل راح تعترق. المده تاخذ من 10 دقائق الى 12 دقيقه حسب حجم الصينيه وحسب النار. الان انتظرونا بعد ما تكمل راح اسوي لكم. تقدر تمام. طبعا هاي بعد ما كملناها طريقة عمل الكنافة بالمعمل. الآن هي بعد الآن صارت جاهزة للبيع. طبقة شعرية طبقة من نوتيلا فوقها طبقة شكل القشطة وفوق بيكون طبقة من نوتيلا.